أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم روح القانون. كما عودناكم أن كل حلقة معنا ضيف مميز وضيف جديد. اليوم ضيفنا شخصية بارزة في قاعات المحاكم الكويتية وترافع جنائي من الطراز الأول، الأستاذ بشار نصار. مساك الله بالخير أستاذ بشار. مساك الله بالخير وأشكر هذا الإطراء الجميل، ويعطيكم ألف عافية لإتاحة المجال لنا لطرح بعض الأمور والرؤى القانونية اللي من خلالها يعني نؤدي دورنا المجتمعي في التدقيق القانوني. أستاذ بشار، اليوم أنك رجل قانون، يعني يهم المشاهد أنه يعرف الفرق بين قانون الإجراءات والمحكمات الجزائية وقانون الجزاء الكويتي. اليوم كثير من اللقط يصير بين هالقانونين من الأشخاص الغير قانونيين، ففي حكم خبرتك الفنية ممكن تشرح لنا شو الفرق بينهم؟ هو بشكل عام قانون الجزاء هو القانون الذي يعاقب ويحدد الفعل وعقوبته. لذلك احنا عندنا قانون الجزاء والقوانين المكملة. هذه القوانين أو هذا القانون والقوانين المكملة له كلها تتكلم عن الجريمة وعقوبتها، الجريمة وعقوبتها. يعني مختص في تحديد الفعل المجرم والعقوبة التي يستحقها هذا الفعل. يعني نفهم منك أن قانون الجزاء هو القانون اللي يحدد العقوبات للشخص اللي يقوم بالجريمة. هو يحدد الجرائم وعقوباتها. نعم. من حيث الفعل الذي يتشكل من خلاله أو ينتج عنه في حالة سلوكه جريمة، والعقوبة عليها. أما قانون الإجراءات هو الخريطة العامة التي ترسم الوصول لمحاكمة الشخص عن عقوبته، وهي المحاكمة العادلة. أيوة. اليوم يعني قانون الإجراءات هو احنا اللي نقوله القانون المنظم، هو الفاصل بين حقوق الشخص المقررة والمكفولة له بالدستور للحقوق الشخصية وكيفية التعامل مع الشخص من خلال الوصول لعقوبته. يعني لا يعقل وجود قانون جزاء بدون قانون محاكمات وإجراءات جزائية. بالتأكيد، يعني احنا دائما يعني نقول ان اليوم اذا انت بتعاقب الشخص عاقبه اذا كان ارتكب فعل خاطئ، ولكن قانون الاجراءات هو الضمانه لعدم تغول رجال الشرطه او الضبطيه القضائيه على حريات الناس، أو عدم تجاوزهم لحدود. ايوه، هو التغول مثل ما نقول، يصير نعم. غول على نعم. عرفت شلون؟ ممتاز. طب ما هي صلاحيات المحامي؟ اليوم المحامي له صلاحيات والمتهم له حقوق. ما هي صلاحيات المحامي وحقوق المتهم أثناء فترة التحقيق وقبل الوصول إلى المحكمة؟ شوف، احنا بشكل عام اليوم للأسف قانون الإجراءات في بعض القصور حول دور المحامي ودور المتهم أو حقوق المحامي وحقوق المتهم. اليوم طبيعي المتهم له الحق ألا يتكلم ولا يتم استجوابه إلا بحضور محامي إن هو تمسك، وأن يلتزم الصمت لحين حضور المحامي ويطلب منهم إحضار محامي، وهذا حقه القانوني. ولكن نظرا لعدم معرفة الناس الكافية بهذا الحق ساعات يحضر بأن يحقق معه بدون حضور محامي. صارت معك صح؟ صارت كثيرة، صارت وايد. ويثبت بأن حين سؤاله عن هل لديك محامي قرر بالنفي، ونشاهد بأن المتهم يحقق معه بدون حضور محامي. لذلك يعني المتهم قد قام بالإدلاء بالاعترافات بدون وجود محامي. هذا اللي قاعد يصير معانا. بعدين تحضر أنت كمحامي شو تلاقي تمت اعترافات وقعت عليه. ألاقي اعترافات ولاقي تحقيق صار بدون حضور محامي. طبعا الإجراء وفق قانون الإجراءات لا يبطل هذا الفعل، ولكن وضعت هذه المادة كضمانة للمتهم، والمتهم ما يعرفها. لذلك احنا قاعد نقول وراح نقول مثل ما نتكلم يعني قدام في الحلقة على الأشياء اللي تعدل. أما دور المحامي هو الأصل بأن يحضر التحقيق ضمانة لموكله أو للمتهم، بحيث أن الأسئلة تكون مباشرة، أسئلة ما فيها لف ودوران، أسئلة مش فخوخ. لا يجوز إكراه المتهم، لا يجوز يعني انتزاع الاعتراف منه بأي طريقة كانت، ولكن يكون المحامي جالس بلا حديث. ولكن الأصل
إذا أنت يراقب عندك العملية. يراقب العملية، فبالتالي إن شاهد اعوجاج في سير التحقيق لا يعترض ويثبت. طيب شو يسوي أستاذ بشر؟ في بعض أنا المحامين، أتكلم في بعض المحامين الشباب يمكن يطيحون في هالمشاكل، أنت ما شاء الله عليك محامي مخضرم في مثل هذه الأمور، فشو توصل رسالة حق المحامين الشباب اللي توهم في بداية مسيرتهم إذا رأوا تعسف من أحد رجال التحقيق ورفض يسجل له اعتراضه؟ احنا اليوم نتكلم عن سلطة تحقيق عامة، إن كانت في الجنايات بيد النيابة العامة وإن أو كانت بإدارة في عمل التحقيق. الإدارة العامة للتحقيق. نعم. لا نتكلم عن جهاز بعينه، تحصل هناك نحترمهم تجاوزات ونجلهم ونقدرهم، بس احنا واحنا نبين نتكلم اجراءات قانون. ونوصل معلومه. اليوم تحصل منهم أخطاء، نعم تحصل أخطاء أثناء سير التحقيق وهذا حق وهذا يعني هذا طبع ثابت. البشر يخطئ. هم مش منزهين يعني. نعم صحيح. ولا احنا في مجال اصلا تنزيههم. هم مقدرين محترمين طبعا. ومنهم الاكثريه لا يخطئون، ولكن تكون هنالك بعض الأخطاء. استثناءات نعم. ونحن نعالجها. انا انصح الزملاء ما تسكت، تعترض. شو تثبت يسوي؟ وين اعتراض يروح؟ بنفس الوقت. اذا انا اليوم قدام السيد المحقق سواء من النيابه العامه او التحقيقات باحترامنا لهم، حصل تعسف من احد رجال التحقيق ورفض انه يسجل اعتراضي، هل اذهب الى رئيس التحقيق او الرئيس المباشر له واقدم اعتراضي، ام انتظر في اليوم التالي، ام انتظر في الصباح التالي؟ شنو تنصحهم انت في انا دائما في نفس الوقت ما انطر لي باكر، اكتب كتاب. نعم. اطلع اكتب كتاب اقدمه للمحقق نفسه، احاول اخليه يثبته. واذا رفض؟ إذا رفض نفس الوقت أطلع للأعلى منه نعم. وأروح أقدم كتاب مثبت باعتراضاتي وبما حصل في التحقيق حتى يكون حجة بالمحكمة. وهذا الدور اللي حط المشرع دور المحامي فيه، نحن نسمى بالقضاء الواقف. يعني اللي دائما أنا أقول ونحن نحمي حقوق المتهمين. أنا ما أقول، يعني أنا دائما أقول احنا ما نقول المتهم، يقولوا مش المشكو في حقه، لأن المتهم بريء متهم بريء حتى تثبت إدانته. إدانته. وأنا نعم. أقولها دائما، المحامي يجب أن يكون محامي مالي روبة، مش محامي يحتاج محامي. نعم. محامي مخضرم مثلك. الله يسلمك الله ويخليك. إن يسلمك. شاء الله احنا نقطة في بحر يعني علم كثيرين من الزملاء إن شاء الله. احنا نتعلم منهم اساتذتنا الكبار، وان شاء الله احنا نعلم الشباب منه. وهذه رسالة مقدسة اتوقع ان احنا دربنا عليها وسندرب من البعد الشباب منها بإذن الله. هذه يعني اللي أنا أقولها هي الشائعة اللي تحصل في التحقيق، لأن بيقول لك عندك اعتراضات انطر لآخر التحقيق. لا، أنت ما تتكلم، نظرية أن أنت ما تتكلم ولا تقاطع، لا هذا الكلام مو صحيح. انت لا تعطل سير التحقيق. أيوة، بس ولكن أعترض، على سير التحقيق. أعترض وأثبت اعتراضي في نهاية التحقيق أنا وليس في منتصف لا التحقيق. أنا في منتصف التحقيق أتكلم، أنا أكون صادق معك. نفس التحقيق سئل المتهم يجاوب إجابة طبعا. وتثبت إجابة أخرى. احنا خلينا نكون واضحين، انت كلامك جميل جدا، انت قاعد تقولنا لا يجوز لرجل التحقيق ان يوجه رسالة مباشرة الى المتهم او المشكو بحقه ليدعه يعترف في هذا السؤال على نفسه، يعني ما يصير انه هو يوجهه او يعني يسأل سؤال. أنا بقول لك نعم. شيء آخر الآن نعم. يحصل. المحقق يوجه نفس الموضوع 10 أسئلة مكررة، يسأله شكلين 3 4، يحاول ما يثبت منهم إلا سؤال واحد. لا، مو هذا الحكي. صحيح، لا يجوز. أنت بتسأل مع احترامي الشديد لك، تثبت كل سؤال تسأله. إذن يعني هذا نوع من أنواع الاعتراضات اللي أنا أسويها في التحقيق. أقول له بعد إذنك سؤالك اللي تبي تسأله للمتهم يثبت والمتهم يجاوب. إذن قانون المحاكمات والإجراءات الجزائية نظم طريقة التحقيق وأعطى الحق للمحامي بالاعتراض على سير إجراءات التحقيق إذا رأى تعسف من الرجل أو رجل صاحب التحقيق أو الشخص المختص بالتحقيق، أو في مثلا تعسف في يعني صارت وقائع احنا ما نبي نذكر، بس يعني على سبيل المثال للحصر ان المحقق يبلش يصرخ على المتهم او يخوفه، فهل يجوز هذا في التحقيق؟ ما يجوز. وانا اقول لك شوف، هو نص صريح يعطي الحق للمحامي في الاعتراض ما فيه، ولكن احنا نتكلم عن منطق قانوني سليم. انا موجود عن اعراف، انا موجود مش زينه، انا موجود ضمانه للمتهم. نعم. من اولويات الضمانه للمتهم ان نلتزم فيما يسير اجراءات التحقيق يكون نعم. وجوبيا وصحيحا في التحقيق. يعني مو معقول انا اسال 10 اسئله وما اثبتها. اذا ليش تسالني اذا انت ما تبي تثبت؟ فبالتالي اعترض، اسال سؤال وجاوب. انا اشوف من وجهه نظري الخاصه، يمكن انت تشاركني الراي وكل المحامين يشاركوني، ان لا يجوز التحقيق مع المتهم باي درجه من درجات التحقيق، سواء عند رجال المباحث سواء امام رجال الشرطه، الا بسؤاله.
هل لديك محامي؟ كل دول العالم تنهج أو تسلك المسلك هذا. شفنا وايد أن أنت لك الحق في الصمت إلى أن يأتي محاميك، هذه كلمة شهيرة. صح. فليش عندنا بالكويت ما تطبق هذه الكلمة حرفيا؟ أنا أشوفها قصور تشريعي. أولا ابتداء أمام جهة التحري لا يملك ولا يجرؤ أي محامي يذهب هناك يقول له أنت أنا جهة التحري ما أدش اطلع برا. تقصد رجال المباحث؟ مباحث. مع احترامنا لهم نجلهم المباحث ونقدرهم. أيوة. نعم. المفروض أن لا يجوز سؤال أي شخص إلا بحضور محامي ويعدل قانون الإجراءات في هذه أتمنى. الجزئية. هذا واحد. اثنين، كاميرات تكون موجودة في غرف التحري حين استجواب أو حين التحري مع المتهم وسؤاله، بالتأكد من عدم مساس جسده، عدم أيوة. مساس حريته، عدم جبر على الاعتراف. وأيضا أنا الآن بقولها، شنو اللي يمنع تكون في غرف تحقيق أو جهة التحقيق إن كانت نيابة أو إدارة عامة للتحقيقات تكون في كاميرات وتكون تؤخذ ملحقا للمحضر؟ ليش ما تؤخذ؟ صحيح. وين المشكلة؟ احنا لتثبيت اليوم اعتراف المتهم. النيابة العامة أو جهة تحقيق أمناء في تحريك الدعوى العمومية، فبالتالي اللي احنا نتكلم عنه هم أمناء ويطبقون القانون، فلا يخشون ولا احنا نخشى من وجود هذا الأمر والكاميرات موجودة. طبعا أستاذ بشار، احنا تعلمنا من خلال اساتذتنا بالقضاء واساتذتنا بالجامعة ان الادعاء العام او النيابة العامة، مع احترامهم لنا ويعني احنا نجلهم ونقدرهم مثل ما قلت، هم خصوم نزهاء. اليوم خصمك امام القاضي هو النيابة العامة، انت الدعوى كمحامي. العمومية. صحيح. فاليوم يعني احنا ما نشكك بنزاهتهم، احنا بالعكس ننشد في نزاهة النيابة العامة والتحقيقات، ولكن نتمنى أن يفعل دور المحامي لأداء دوره في إظهار الحق. اليوم المحامي ترى دوره واضح من قدم الزمان، من التاريخ. شنو دور المحامي؟ دور المحامي يظهر الحق في شنو؟ في الأدلة الموجودة ضد متهمة. اليوم المحامي ترى مو دوره يدلس بالأدلة، دوره يبين أن هل المتهم أو المشكو بحقه بريء أم متهم. بالعكس احنا ترى نعتبر يمكن من أكثر الجهات اللي نساعد القضاء في اتخاذ الرأي، لأن القضاء الجنائي بالنهاية هو قضاء روحاني. صحيح. وليس قضاء قانوني. قناعة. بالضبط. فاليوم القاضي إذا تأكد بقناعة نفسه أن المتهم بريء ولو كانت جميع الأدلة الموجودة في الأوراق إذا شك تثبت بإدانته، إدانته، قانون محاكمات الجنائية الجزائية أعطاه الحق. إذا شك، شوف، نعم. مش إذا تأكد من براءته، إذا شك في إدانته يحكم له بالبراءة. وفي كلمة شهيرة شو تقول؟ الشك يفسر لمصلحة طبعا. وخير للقضاء بتبرئة 1000 متهم ولا إدانة متهم بريء واحد وزجه بالسجون. شوف، أنا اللي قاعد أقوله اليوم، إحنا لما نطلب كاميرات ونطلب هذه الأمور إحنا ما نشكك فيهم، إحنا نطلب الكاميرات لعل وعسى ممكن تحصل في بعض الوقائع شيء يسأل لا يثبت سهوا. صحيح. خطأ يصير، خطأ بشر، فلذلك حتى نحتج بهذه الأمور أمام القضاء. طيب أستاذ بشار، حتى أمام القضاء أنا شوف، حتى من الأمور اللي أطلبها ودائما أتكلم فيها، حتى أمام القضاء اليوم في قصر العدل في كاميرات تثبت صوت وصورة وتكون جزء من المحضر. بالضبط. حتى يحتج به بالضبط. أمام الجميع. بالضبط. يعني الإنسان يخطئ، ممكن تصير ترى جريمة أمام بالمحاكم. تصير جريمة أمام التحقيقات، ممكن هرب متهم، فهذا كله راح يساعد العدالة على تحقيق شنو؟ تحقيق ميزان العدالة. اليوم أستاذ بشار، أنت يعني سؤال مو مكتوب بالأوراق بس يعني حمسني إني أنا أسألك إياه. اليوم أنت طبعا ترافعت بالكثير من قضايا القتل، وأنا كذلك دشينا وكنا مع بعض نترافع. اليوم صراحة في بالملفات شغلات ناقصة احنا كدفاع نحتاجها. يعني كذا مرة أنا أطلع على قضية قتل صورة المتهم المقتول غير موجودة، أو يمنع إعطائنا لها، أو احنا لنا الحق نطلع على الجثة. اليوم أنا بشوف الطلقة، أنا مش طبيب شرعي، بس أنا ممكن أستعين بالأطباء الشرعيين وأستعين بالأطباء النفسيين لبيان حالة المقتول أثناء قتله. إذا اليوم الطلقة يت من خلف المقتول وجميع الأدلة قاعد تقول يت من الأمام، هذا بالنهاية يعتبر من الدفاع الجوهري اللي يساعدك على تبرئة المتهم مالك. اليوم فإحنا يعني هل أنت اطلعت على جثث أو اطلعت على صور لأشخاص مقتولين في القضايا هذه، ولا منعت من الاطلاع عليها؟ شوف، الأصل العام أي دليل في القضية لا تمنع منه، وأنا أقول لك إياها. بس واقع الحال لا، ما أنا بالنهاية مع احترامي الشديد ما في واقع حال. هل تحصلت على صور؟ شوف، كل شيء أبيه في قضية طلبت فيه طلب
والمحكمة حققت. هذا إن دل يدل على نزاهة القضاء. أيوة، فك فلاشات، فك صور، نسخ فلاشات، نسخ صور. اليوم كل قضية أنت كمحامي يجب ألا تغيب على أي شيء فيها حتى الحرف الواحد. وهذا محورنا القادم اليوم، أو قبل ما ندخل في ما نبي نوصل لمرحلة التقاضي، خلنا نكمل شوية في مرحلة التحقيق، بما أن أنت رجل قانون ومحامي مختص في مثل هذه القضايا. اليوم الكثير من الدفع اللي قاعد يكون أمام المحكمة هو بطلان الإجراءات، سواء إجراءات الاستيقاف، إجراءات الضبط، إجراءات تفتيش. يمكن هذه أكثر كلمة إحنا حافظينها بالمحكمة، والكثير من الإجراءات الباطلة قاعد تصير. طبعا نرد ونعيد، هذه الإجراءات اللي ينظمها قانون إجراءات المحاكمات الجزائية. اليوم شو الفرق بين حدود وصلاحيات رجل الضبط؟ ومتى يجوز له يستوقف، ومتى يجوز له يفتش، ومتى يجوز له يضبط، وشنو الاختصاصات؟ واليوم لو هو أخطأ في مثل هذه الإجراءات، شنو الجهة المختصة اللي أنا أشتكي عليها؟ شوف، الأصل أن القبض بمعرفة الشرطة هذا شيء ضيق واستثناء على الأصل، وأنا أتمنى يتم إلغاءه مرة واحدة. يعني شرطي اللي بالشارع مو دوره يروح يفتش وينبش داخل السيارات ويلقي القبض على المتهم. الأصل بأن الشرطة لها جهات مختصة معنية في البحث عن الجريمة. اليوم لما وضع قانون الإجراءات ضيق هذه الحدود وقال له أنت ما يحق لك تستوقف استيقاف عام. تخيل هذا مخالفة، إلا المخالفة هذا استيقاف للمخالفة، أما الاستيقاف هذه العملية المزاجية بالقانون ممنوعة. يعني قصدك أن استيقاف الأشخاص بالدستور لا يجوز استيقاف أي شخص؟ الأصل حتى بقانون الإجراءات، قانون الإجراءات يعني بمفهوم المادة الخاصة في الاستيقاف العملية مش مزاجية توقف بكيفك، لازم والله أنا في شفتك ووقفتك، لا لازم في جريمة مشهودة. هو لا، الاستيقاف أنا أتكلم الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجال الشرطة للكشف عن الجرائم وضبط ومرتكبيها. نعم. يعني أنت إذا بتوقف شخص لازم توقفه لأنك قاعد تكشف عن جريمة ارتكبت بالفعل وضبط مرتكبيها. بس متى يتم هذا الشيء؟ إذا وضع نفسه طواعية واختيارا موضعا للشك والريب. يت محكمة التمييز شافت العملية مفتوحة، فيت قالت إن شرط الاستيقاف يكون صحيحا متى ما وضع الشخص نفسه طواعية واختيار بوضع ينبئ عن أن موضوع الشبهة والشك والريبة بوضع ينبئ عن أنه ارتكب جنحة أو جناية. شنو يقصد بطواعية؟ من نفسه، يعني هو كان يعني من نفسه، مو الظروف المحيطة اللي حطت له شرطية ارتبك حادث أيوة شيء يعني في ظروف. فبالتالي الاستيقاف أصلا ضيق. نعم. نأتي إلى المرحلة الأخرى، خلاص القبض. أنا الحين وقفتك، جيت قبضت عليك، تقبض عليه ليش؟ لازم للقبض يجب أن يكون إما بإذن أو بناء على جريمة مشهودة. شنو الجريمة المشهودة؟ أن رجل الشرطة يأتي وهو يشاهد المتهم حال ارتكابه للجريمة. يعني يشاهد سكينة فيها دم؟ لا. أول شيء يشوفه وهو يرتكب الجريمة، يقتل، يطق، هذه هي. أو ماسك فارط الحشيش ويتعاطى يرتكبها. أو يأتي بعد برهة يسيرة ولا تزال آثارها تدل على قرب وقوعها. يعني آثار الجريمة واضحة، واحد قتل، طعن واحد، ويا شاف المقتول بالأرض وهذا واقف هناك والدم موجود، أو الدم عليه. هني بهالحالة هذه يجوز القبض بناء على الجريمة المشهودة. زين. التفتيش الأصل متى ما صح القبض صح التفتيش. والتفتيش نوعين، تفتيش ذاتي احترازي عام اللي يفتش من خلال أنا قبضت، هو المطلوب بالقانون، مش التوسع اللي صار. أنت بتقبض عليه، قبضت عليه، فتشه احترازيا لعل وعسى يكون معاه شيء يؤذي فيه نفسه أو يؤذي فيه غيره. ممتاز. فاليوم الوضع ضيق، فعشان كذي كثيرا من القضايا تأخذ براءة لبطلان إما الاستيقاف أو القبض أو التفتيش. كلام جميل جدا جدا. طيب، في حال شفنا احنا او انا كشخص مثلا اتهمت او استوقفت وشفت رجل السلطة قاعد يتعسف، يعني انا ما كنت في حالة غير طبيعية، انا ما كان معي شيء، بس لقيته قاعد يقول لي بطل دبة سيارتك، وايد سمعناها تكلموا فيها، ولا انزل من سيارتك وفتش سيارتك.
طيب أنا الحين مثلا في وضع الليل وبروحي، وبعض الناس يرتبكون، فارتكابهم يخلي رجل السلطة يتمادى في إجراءات التفتيش. فإذا أنا حسيت بالشيء هذا وين أروح؟ وين ألتجئ؟ شوف الأصل العام بناء الآن على تعليمات معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ومن قبله، والوضع اللي قاعد يصير يقولون إن المفروض الدورية فيها كاميرا، وكل عسكري لازم كاميرا على صدره شغالة. صحيح، وتم تطبيق هذا الشيء بالفعل. أيوة، اليوم بهذا الفعل وهذه الإجراءات كل شيء مثبت. ممتاز. أي إجراء خطأ يرتكب معك تفر تخاف. بقانون الجزاء، تشوف العقوبة الموجبة له. عندك طرقات، إما أنك أنت تقدمها مباشرة إلى جهة التحقيق إن كانت جناية النيابة يعني ما العامة. أتصل على الرقابة لا والتفتيش. الحين أنا أقول لك الصورة العامة. أوكي. إما دايركت إذا كانت جناية تقدمها أمام النيابة أو جنحة أمام الإدارة العامة للتحقيقات، أو تتصل في نفس الوقت على 112 وتبلغهم بهذا الأمر لحفظ حقك وأن المكالمة مسجلة، وأن أو تم الاعتداء أو عليه وعلى أو تروح إلى الرقابة والتفتيش. وأنا عندي وقائع كثيرة صارت، تقدمنا بشكاوى في الرقابة والتفتيش وأخذوا المواطنين حقوقهم من رجال الشرطة. احنا نتمنى أن يعني طبعا هذه استثناءات، أنا نعم، بقول لكم احنا بصريح العبارة، نجلهم ونقدرهم احنا نتكلم عن وقائع استثنائية لا تمثل الأصل. احنا مع أستاذ بشار، مع احترامنا رجال السلطة نقدرهم، واحنا قاعد نتكلم عن فئة قليلة جدا جدا جدا، استثناءات ونوادر وشواذ. بس احنا نتمنى بالمستقبل في رؤية الكويت الحديثة، واحنا بالنهاية يهمنا العدالة، تطبيق العدالة، احنا كرجال قانون يهمنا سلامة المواطن. واليوم المواطن إذا ما حس بالأمن من رجال السلطة فهذه مشكلة كبيرة يعني. احنا عندنا وقائع صارت دسة مخدرات، من احنا نقول نرد ونقول قلة وحوسة. نعم. دسة مخدرات لناس أبرياء، وضعت مخدرات لناس أبرياء، حجزوا ناس، وأنا أدري ورجال شرطة في منهم يضبطون في تعاطي أو في اتجار، كلهم وزير الداخلية سرحهم قبل لا تصدر تسريح. احنا نشكر ليش التسريح؟ معالي السيد ليش التسريح؟ فهد اليوسف على قيامه في التطبيق الحرفي للقانون. احنا اليوم شفنا بالكويت صار تطبيق حرفي، وهذا اللي كنا محتاجينه الفتره هذه. طيب شوف نكون واقعيين، صار في انضباط، والضابط شوفوا انا اقول لك الضابط او العسكري يسرح في وقتها قبل لا ينطرون حكم القضيه. تدري ليش؟ لان انت المبدا انه خالف اجراء اداري. لا المبدا انت رجل شرطه ما يصير تحتك مع المدمنين او تحتك مع التجار، ما يصير تقعد في هذه الاماكن اللي فيها هذه الاجواء، لان انت الاصل لازم تبلغ عنهم وتضبطهم. صحيح. فبالتالي اصبح يعني حد السيف. هذا شيء يعني احنا كنا نفقده منذ فتره، وانا اكون صادق. احنا جدا سعيدين يعني هذا الامر احنا كنا رجال قانون عاصرنا رجال شرطه نوادر، بس عاصرناهم شفنا رجل شرطه هو مش متزن اصلا. طيب استاذ بشار، شنو رايك اذا اقترحنا اقتراح من ضمرنا هذا روح القوانين، برنامج روح القوانين، انه يتم عمل دورات سواء من خلال الفتوى والتشريع، سواء من خلال جمعية المحامين، سواء من خلال معهد القضاء، يدرسون فيه رجال السلطة بالضمانات بعدم تجاوز حدود الضبط أو حدود التفتيش. شنو رأيك؟ هل أنت مع هالاقتراح؟ شوف أنا اليوم مع الاقتراح بس بصورة أخرى. اليوم في كلية الشرطة يعني يتم تبني هذه المادة كشيء أساسي. هي موجودة ولا موجودة؟ أنا للأمانة هو يدرسون دراسة الضباط وليس الأفراد. يدرسون دراسة قانون سريعة حتى الأفراد. نعم. ولكن احنا نطمح لأن تكون متخصصة أكثر، لأن اليوم رجل الشرطة اللي يدش مثلا دورة رغبة أو عسكري، هذا راح يتعامل مع الشارع مباشرة، مع الناس مباشرة، مع المواطنين مباشرة، فيجب عليه أن يكون يعلم شديد العلم. هذا يلبس بدلة، تخيل ممكن 3 شهور الدورة ويدش بهذه البدلة اللي فيها سلطة، اللي فيها سمو، اللي فيها سيادة، يتعامل مع الناس. فلذلك يجب أن تكون مدة الدورات أكبر. هذا 1. 2 احنا ما ودنا يعني نخلط
او نطلع برا دائره الشرطه، لان لهم استقلاليتهم، بالعكس احنا قاعد فيدرس في معهدهم. هي مجرد أيوة. آراء احنا نعطيها، وممكن ياخذون منها اللي ممكن يبونه. ياخذون منها، واحنا ما قاعد ننتقد، بل هذا يسمونه نقد البناء. ودنا احنا نوصل رساله، والرساله هذه ما لها اي هدف، الهدف منها بس حمايه المجتمع وحمايه اخواننا الشرطه بعد. وانا في شغله بقولها اليوم، يعني في وقائع عندنا يضبط المتهم او يسلم نفسه الساعه 8 بالليل، عندي واقع الحين يختفي 8 بالليل يعرض على النيابه الفير. تخيل. وين هالفتره؟ عند المباحث شو يسوي؟ قاعد ما ادري ايش قاعد يسوي، يروح حق وكيل نيابه خافر عن واقعه، مواقعه مثلا من 5 سنوات. اوه يعني ليش؟ شنو الضروره اني اوديه دايركت يقعد عندي من الساعه 8 9 10 11 12 1 2 3 الفير 7 ساعات، ويروح مباشره لمنو؟ لوكيل النيابه. طبعا ويعترف بهالفتره محاميه ما يقدر ما اصلا يقدر يقعد يشوفه. معاه، ويروح وبعدين يجيني المتهم يقول انا اكرهت انا وأنا كلام يعني هم يخلينا في ظل عدم وجود اي شيء ممكن نصدقه. اي ممكن اصدقه. السؤال اللي انا اقوله اوجهه لرجال الشرطه، ترى ما له داعي الاكراه، لان اليوم نظريه الاعتراف هو سيد الادله ويجب ان يعترف المتهم. ترى انت مو محتاج عشان تثبت ادانه انت حط متهم، ادلتك انت تقدر تجيب واثباتاتك ايوه بس انت تقدر تجيب ادله، مجمل ادله، بالضبط. ولا انك تدخل نفسك في ضرب ممكن يسجل عليك اما استعمال قسوه او اعتراف بالاكراه وما هي وتدش في قضيه. وما هي القضيه اللي تهدد امن البلد يعني. ومو موضوع شخصي. بالضبط، وما هي قضيه تهدد امن البلد. اليوم سواء واحد متعاطي او سواء واحد قام بضرب شخص او سواء، هذه قضايا. لا والله انا اتكلم في كل القضايا. انت اليوم احنا من اروغه المحاكم قاعد نشوف في ناس ناكرين بجميع مراحل التحقيق. المحكمة تعتمد على فقط تحريات ضابط الواقع إذا شافتها مطابقة للحقيقة ولها أدلة أخرى تساندها، وتعطيه أقصى عقوبة. يعني أنا أقول لك في قضايا ما فيها اعترافات ويحكم المتهم. اليوم يعني شطارة ضابط المباحث مش في ضرب المتهم وانتزاع الاعتراف منه، وإنما في جمع استظهار الأدلة. الأدلة وجمعها وتقديمها للمحكمة. ايوه صدقني قضيتك ما راح تخرب. يعني اليوم ضابط المباحث او رجل الشرطه او الشخص اللي قاعد يمارس تحقيق اليوم، ترى انت دورك مو انك انت تحبس المتهم، فلا يفهم الموضوع انه بس تعال واحبس واخذ من اعتراف بالغصب. لا اليوم انت دورك صح. تنفذ العداله. في قضية قتل اليوم شهيرة. انت انا بس بوجه رساله. اليوم انت لو حبست واحد بريء شنو راح يصير فيك من داخل؟ وانعدم. فاليوم حتى احنا كمحامين ترى مو دورنا نبرئ المتهمين. يعني في وايد ناس عبالهم ان احنا بس نروح المحكمه عشان ناخذ فلوس ونطلع المتهم بريء. مو صح. ترى احنا جدا نتضايق لما نطلع مجرم ونمشيه بالشارع، لان هذا المجرم نتيجة إجراء خاطئ راح يتعرض حق عيالك وراح يتعرض حق عيالها وراح يأذي المجتمع. لا مو دورنا كذا. امسكه عدل بإجراءات صحيحة. بس احنا دورنا اليوم نتكلم في ورق، فيما تعلمناه، فيما درسنا من أجله. اليوم رسالتنا رسالة المحاماة رسالة واضحة ورسالة فيها أسمى معاني النزاهة. اليوم كنا نسمى بالسابق المتشلماني. ليش كنا نسمى بالمتشلماني؟ لأن اليوم الشخص ما يقدر يتكلم وليس خبير بالكلام أمام القاضي. اليوم ياما شفنا متهمين يتراجفون قدام القاضي. فأنت دورك كمحامي توصل كلمة القانون والمتهم للمحكمة. وبعدين احنا عندنا قضية شهيرة، ترى متهم اعترف ومثل الجريمة، ولكن اكتشف ضابط المباحث وهو قاعد يمثل الجريمة، وهذه قضية قتل طفلة معروفة. لما شافه يمثل الجريمة قال له تعال انت مو قاعد تمثل عدل. قال له قلت لكم والله انا ما والله مو انا. راحوا واكتشفوا بعدين ان المتهم شخص اخر، وانحكم الشخص الاخر بالاعدام. والله استاذ بشار صراحة لقاء معك جميل جدا، وانا ودي الصراحة اتكلم عن قانون المخدرات شوي، بما انه هو الحين قانون حديث وقاعد نسمع وايد اشخاص بالسوشيال ميديا قاعد يتكلمون عنه. وانا من خلال البرنامج روح القوانين اتمنى اوصل رسالة انه يا ريت الشخص اللي ما قرأ القانون وما يعرف يتكلم فيه لا يطلع ويتكلم. ايش كثر سمعنا تفسيرات غلط. ايش كثر يمكن انت قاعد بتليفونك قاعد طالع قبل ما تنام قاعد تضحك. صحيح. شنو هالتفسيرات؟ ومشكلة الناس يصدقون ويدقون علينا. استاذ صدق اذا انا تعاطيت بالنادي راح انعدم؟ شنو هالكلام هذا؟ جتك هالاتصالات. طيب اليوم
قانون المخدرات جميل جدا، يمكن قريته انت استاذ بشار. اي صح. واحنا بالعكس من زمان كنا نحتاج قانون مثل هذا ينظم هالعمليه هذه ويحمي عيالنا من السم هذا. اليوم في فقره اباحت لرجل الشرطه او السلطه القبض على المتهم او على المتعاطي، ما نبي نقول متهم، الاستيقاف اذا كان لا يستطيع ان يرعى نفسه. اذا راى ضابط الواقع ان الشخص لا يمكن ان يرعى نفسه فيحق له انه يروح وياخذه. وهذا اصلا الاجراء موجود في قانون الاجراءات الجزائيه. بس لماذا هذا التكرار؟ انت شنو رايك بنص الماده هذه؟ شوف، انا اولا انا مع قانون المخدرات قلبا وقالبا. بجملته نعم. كاملا، وخلاف يعني يمكن ترى العقوبات اللي موجوده كلها كانت موجوده، حتى التغليظ اللي يقول غلظ وما غلظ، وكان يمكن التغليظ في بعض العقوبات جزء منها. واحسن شيء نساوى أيوة، المخدرات المؤثرات، هذا احسن شيء سوى. هذا اللي خلاه القانون، لان المؤثرات انا اصبحت بالتطور اخطر من المخدرات. نعم. ولكن انا اعتراضي كله، انا تكلمت مع المسؤولين، تكلمت مع على اصحاب هالماده هذا القانون. انا اعتراضي كله على هذه الماده اللي بشيء و70 اعتقد، اوكي ما تحضرني اي بالضبط. قرأناها يعني. هذه الماده اللي تقول يجوز لرجل الشرطه انه يستوقف الشخص بمجرد اشتباهه بانه تعاطى ماده اثرت في عقله. لا يستطيع ان يرعى نفسه. لا هذه واحده، لا استيقاف في اكثر من استيقاف الحين. إيه؟ ويحق له القبض على المتهم متى ما شاهد نتيجة هذه المادة غير قادر على الاعتناء بنفسه أو خطر على الآخرين. طيب هذه الماده موجوده. أول شيء مو التوسع. هذه المادة مو محلها قانون المخدرات. بالضبط. هذه إذا تبي تحطها في قانون الإجراءات. هذا واحد. صحيح. اثنين، بس مسألة إني أنا أبي أسكر موضوع الاستيقاف وأعطي الشرطة مزيدا من الحرية، هذا خطأ وهذه كارثة. أنا قلت للأمانة أكون صادق، الحين أنا قاعد أسوق السيارة، انت ايش دراك او شلون تشتبه فيني اني انا ماخذ ماده اثرت في عقلي؟ لا يستطيع احد يدري ان انت متعاطي الا لما يكون طبيب مختص. يعني ولازم مو بعد شلون دشيت مخي، لازم في تحليل. زين عيوني حمراوتين يعني معناته متعاطي، يمكن مو نايم، التهاب، يمكن ملتهب عيني، اتلعثم بالكلام، يمكن مو نايم، ويمكن عندي انا خلقي. اوكي. الشيء الثالث يصب منا العرق، يمكن خاف، يمكن مخترع، يمكن فيه هو اصلا هذه الشغله الهرمونيه، في مرض التعرق. زين الشيء الاخر، واحد يسوق سياره واحد يمه، اللي يمه ماخذ حبوب علاج له وصفه، اي انا اقبض عليه لاني اشتبهت بانه ماخذ ماده اثرت على مخه وهو لا يستطيع الاعتناء على نفسه، اوقفه اول شيء واتعرض لحريته، واوديه وسين وجيم وادخل ونحجز واركب الدوريه وروح الحجز وعلى ما تعرض للنيابه وبعدين اقدم الوصفه وتوكل على الله. اليوم اللي انا قاعد اتكلم عنه هذه الماده خطيره. اليوم ممكن تفتح المجال لرجال الشرطه باستيقاف اختي واختك وامي وامك واخوي واخوي واخوك باي حجه كانت، تعطي مساحه كبيره حق رجل الشرطه، هذه كارثه. نعم. اليوم وقف في صارت وقائع شرطي وهم قله يبي يتحرش مثلا، انا اكون صادق، انا ريال واضح يبي يتحرش، برنامج صريح، ياخذ راحتك يبي يتحرش. إيه؟ البنت ما اعطتها وي، راح استخدم هذه الصلاحيه وقفها وبهدلها، واخر شيء انا اشتبهت. الاشتباه لا يبيح للشخص او يبي ياخذ رقم تليفونها. اي هذه هي، فانا اشتبهت. لا العمليه مو كذي، احنا لازلنا نحتاج، مش بالبلد الفاضل، احنا مو رجال الشرطه كلهم عندنا والنعم فيهم كلهم، والنعم فيهم، بس مش كلهم توب، صح. في شواذ، فبالتالي ولا كل المحامين توب، ولا كل مكان، ما في احد بالبيت الواحد الاخوان كلهم مش نفس بعض. صحيح. فلذلك اللي قاعد اتكلم فيه هذه الماده مع احترامي الشديد ما راح نسكت عنها بقدر المستطاع، راح اطعن بعدم دستوريتها وراح اروح بعيد فيها، ما راح اروح. وانا معك قلبا وقالبا، لانها ماده صوتي الى صوتي. الله يخليك وسلم. طيب استاذ بشار، الحين نبي نروح المحاكمه. خلصنا الحين من التحقيق، شرحنا. اليوم طبعا يبلش دور المحامي الفعلي امام القاضي بعد ما يصور الملف ويرد بيتهم او مكتبه ويبلش يقرا بالقضيه. اليوم شنو الصلاحيات اللي اعطاها قانون الاجراءات والمحاكمه الجزائيه للمحامي في تأدية دور دفاعه، وشنو دور القاضي في رفض أو قبول هذه الطلبات؟ يسمونها الطلبات الجوهرية للدفاع. أول شيء اليوم
كل متهم يقف أمام القضاء الجنائي تحديدا الجنايات لا تنظر قضيتها إلا بحضور محامي. إذا ما في محامي المادة 120 نظمت العملية، المحكمة تنتدب له محامي. هذا أول حق من حقوق المتهم. فأي متهم اليوم يجب أن يوكل محاميا أو يوكل له من قبل المحكمة محامي. طبقا للقانون. هذا واحد. ويتم سداد أتعاب هذا المحامي عن طريق وزارة العدل. المحكمة نعم. تأمر وخزينة العدل هي اللي ممتاز. تدفع. الشيء الآخر، اليوم يحق للمحامي أن يطلب أي طلبات. كل طلب يبي يطلبه في الدعوة يحق له. طيب هل يحق للمحكمة رفض الأجل للاطلاع في حال رغبة المحامي في الاطلاع على الملف؟ هو الأصل ألا يرفض هذا الطلب، وإذا طلب المحامي والمحكمة التفتت عن هذا الطلب وحكمت بالإدانة على المتهم، هذا يكون أحد أسباب الطعن بعدم صحة هذا الحكم لإخلاله بحق دفاع الجوهري. هذا واحد، إخلاله بحق الدفاع كمبدأ. الأمر الآخر، اليوم الدفوع كثيرة، ولكن الدفوع الجوهرية هي التي تتعلق في أمر جوهري. متى يعتبر الدفع جوهريا؟ اللي لو محص أو حقق لغير وجهة نظر الدعوة أو وجهة نظر المحكمة في الدعوة. يعني مثلا دليل صريح على براءة المتهم. يعني مثلا قالوا هذا الشخص ذابح وفي بصماته على السكين أو كان ماسك السكينة. أوكي. وانت قلت أبي أطلب، مثلا احنا قاعد نعطي مثال، أبي أطلب بصمات لأن المتهم قايل لك أنا ما ذبحت بالسكين ولا مسكت هذه السكين ولا لي علاقة فيها. أوكي، أبي أرفع البصمات من السكينة وما تم رفعها، ما طلعت سلبية ولا إيجابية، ما تم التعرض لها. أنا أرى بأن هذا الطلب جوهري. المحكمة يحق لها أن ترفض جميع الطلبات، ولكن هنالك محكمة أعلى منها هي التي تفند هل هذا الطلب جوهري أو غير جوهري. إذا احنا عندنا أول درجة استئناف تمييز. الثلاث درجات كل درجة تراقب الدرجة الأقل منها ترتيبيا. مع احترامنا لكل الدرجات وقضائنا نجله ونقدره، واحنا يمكن قبلت الكثير من الطلبات. لا للأمانة شوف بقول لك شغلة، يعني غالبية الطلبات أو جزء منها الكبير اللي المحكمة ترى مو جوهري تلتفت عنها، بس بشكل عام هي ترى اختلاف وجهات نظر بيننا وبين القاضي. بالنهاية ممكن أنا أتمسك، يمكن بدايتي للمهنة لا ليش هم رفضوا طلبي أخلوا بحق الدفاع، يا ما دخلنا في هذا طلب جوهري. مع الوقت ومع التمرس القانوني تفهم انه يعني طلبك ما كان له داعي. اي ذاك الوقت كنت شويه ماخذك الحماس ومتعصب. صحيح. ولكن في بعض الطلبات الى هذه اللحظه عقب هذا العمر لا، لليوم ولا باكر ولا امس ولا قبل ارنها جوهري. في بعض الطلبات احنا نطلبها من القاضي، واذا رفضت نطلب فتح باب المرافعه ونضيفها ونظل نتمسك فيها الى اخر رمق لانها طلبات جوهريه. بس طبعا بالنهايه من صلاحيات القاضي وان رأت المحكمه حقك التمسك ان يثبت هذا الطلب في محضر الجلسه. يثبت. طبعا احنا محضر الجلسه هو ملك الخصوم، احنا دائما ندرس هالكلمه ونسمعها. فاليوم محضر الجلسه هو ملك الخصوم ويحق لهم التسجيل، طبعا مع احترامنا لسلطه القاضي. في النهايه المحكمه هي السلطه الاعلى وهي صاحبه القرار. شوف هو ما في نص قانوني على هذا الامر، ولكن كمنطق قانوني سليم ان طلباتك من اول المحضر الى لذلك هذه ملكي انا، اثبت فيها ما اشاء والقضاء نزيه ويثبت لك ما تريده. ونحن كدفاع يعني من كثر ما شاء الله ما ترافعنا امام القضاء صار لنا انسجام مع أيوة. يعني اليوم لما احنا نطلب طلب، يعني المحكمه تعلم ان احنا مو جايين اليوم نضيع وقت المحكمه ولا جايين نطلب طلبات على قولتهم. فاحنا اليوم يعني نتمنى من المنبر هذا هم ننبه المحامين وهم زملائنا ان اليوم ادرس طلباتك قبل ما تقدمها للمحكمة. لا وانا انبه ايضا على زملائنا القضاء الجالس اللي نجله ونحترمه، ثبت الطلب عندك انت لذلك وتحت حقك القانوني، ارفض الطلب ولكن ثبته لان هذا حق من حقوق الدفاع. اليوم هي وجهات نظر، انا ارى انه جوهري وانت كمحكمه مقدره ترى مضيعه لوقت المحكمه، انه مضيعه ومش جوهري. صح هذا حق المحكمه، ولكن ثبت لي الطلب هو حق اصيل لي. ممتاز. طيب استاذ بشار، طبعا اخر محور في حلقتنا مع ان الحلقه ما ودنا تنتهي، ما هي الاصلاحات المطلوبه في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائيه من وجهه نظرك كشخص؟ يعني انا اشوفك كل يوم في قاعات المحاكم الجنائيه، يمكن كل ما ادش قاعه اشوفك. فيعني انت يمكن بالنسبه لي انا اتعلم منك،
وأتمنى إني أسمع منك ما هي الإصلاحات المطلوبة. أنت اليوم شو تشوف إصلاحات مطلوبة في قانون الإجراءات؟ شنو ضمانات ممكن تعطى للمحامي؟ شنو ضمانات ممكن تعطى للمتهم؟ أول إصلاح أنه يجب حضور المحامي في جميع مراحل القضية من بدايتها إلى نهايتها. وحتى أمام المباحث. يجب وجوبي. أمام المباحث. يجب وجوبي. ممتاز. 2 تفعيل التصوير صوت وصورة أمام المباحث، لا يجوز استجوابه إلا في هذه الصوت والصورة أمام جهة التحقيق أمام القضاء ويكون جزء من المحضر. 3 المادة 102. المادة 102 نظمت طريقة تقديم الشكوى للنيابة العامة أو جهة التحقيق، ورسمت انتهاء الشكوى، قالت أن تقدم الشكوى وكذا، رسمت آلية طبيعية لانتهاء الشكوى، إما بالحفظ ويتم التظلم من قرار الحفظ أو بالإحالة للمحكمة. الآن في 2012 بدأت بدعة جديدة أو توجه جديد، وهو عدم القبول في الوارد. هذه ما أعرفها القانون. أنا أقدم شكوى إلى النيابة العامة ونحترمها ونقدرها، ولكن أرى بأن هذه الشكوى مستحقة. يعني أنت قاعد تقصد أن اليوم أي شخص بيروح يقدم شكوى حق النيابة العامة. الحين شفنا أن اليوم قاعد يدخل مكتب جديد ما كنا نشوفه قبل. مكتب فحص الشكاوى. طب المكتب هذا أسس بناء على قانون ولا بناء على قرار ولا بناء على قرار النيابة العامة؟ قرار داخلي. طيب تروح أنت تقدم شكوتك إلى مكتب الفحص، تقعد مع السيد وكيل النائب العام يتناقش معاك في بعض هذه الشكوى مو مقبولة مو صحيحة، وبعدين تنصدم بمسج يجيلك أو حق موكلك. ما أي مسج يعني مسج أتوقع لا ما أي مسج ولا ومتابعة ما أي مسج نهائيا. تابع يقول لك هذه الشكوى غير مقبولة. طيب زين القانون ما نظم شيء اسمه غير مقبول. طب هل في تظلم؟ ما في تظلم لأنه ما في قرار، اللي يتم التظلم منه قرار الحفظ. طيب شو تسوي؟ بس خلاص. إذا ليش صار التظلم؟ أنا اليوم قدمت شكوى، في اختلاف وجهات النظر بيننا وبين النيابة العامة، وفي كثير من القضايا حفظتها النيابة العامة وتظلمنا، لجأنا إلى المحكمة وأمرت المحكمة بإعادتها لتقديمهم للمحاكمة. صحيح. اليوم في هذه الطريقة يصبح الأمر غير صحيح، يعني مو شيء منطقي، مو يعني منطقي. يعني نتمنى أنه يراجع الأمر هذا. تعدل المادة 102 هذا 1. 2 يعدل قانون الإجراءات بحيث يثبت كل طلب يكون المحامي يحق له أن يثبت. يعني مثلا في بعض الأمور أمام المحاكم الجنائية، أنا اليوم جلسة استجواب ضابط، رئيس الدائرة يقول لي عطني الأسئلة، أقول له هل تطلع عليها ولا؟ يقول لا أنا بوجهها. لا ما يجوز توجهها. نص المادة الخاصة في الاستجواب 100 وشيء إن أنت توجه حق القاضي والقاضي يوجه. لا النص شو يقول؟ إنه تسأل المحكمة الشاهد ثم يسأل المتهم. شنو معناته يسأل المتهم؟ يعني أنا اللي أسأل، مو أعطي المحكمة توجه الأسئلة وترجع لي الأسئلة بما أن أنت وكيل المتهم. لا كأني يعني يقول لي عطني الأسئلة، ياخذ الأسئلة، المحكمة توجه، بعدين يقول لي أخذ الأسئلة مرة ثانية ويحقق استجواب. هو اللي سأل بس مش أنا. طيب هل يحق للمحكمة شطب أحد الأسئلة الموجهة لا منك؟ هو الأصل إني أنا أوجه السؤال للمحكمة. هذا اللي تعلمناه. الآن من أشياء جديدة أنا ما شفتها 20 سنة ما شفتها قبل. أنا اللي أوجه السؤال للهيئة الموقرة. المحكمة إما أن توجه السؤال أو تثبته وترفض توجيهه، هذا حق أصيل للمحكمة. نعم. ولكن يثبت سؤالي علشان باكر إذا اختلفنا حول جدوى وأهمية السؤال نلجأ للمحكمة الأعلى. وصارت يعني لا أفهم من كلامك أستاذ بشار أن قانون المحاكمات والإجراءات الجزائية يحتاج إعادة تنقيح، إعادة دراسة. الآن قاعد ترى الآن بإذن الله الآن في لجنة من خيرة المحامين المستشارين والقضاة وباشتراك من الجهات الحكومية وأيضا جمعية المحامين في طور مراجعة قانون الإجراءات والمحاكمات. بس إحنا يعني إحنا نتمنى من منبرنا هذا إنه يشركون المحامين المحترفين اللي مثلك. لا في محامي محترف إن شاء الله أستاذ محمد خريبط من خيرة المحامين مباقر، وقاعد أعطيك كل ما عندي، وهو من خيرة المحامين والمستشارين اللي موجودين، يعني من خيرة المستشارين اللي زاملتهم حتى في الجامعة من متفوقين وعلما، وحتى الآن في القضاء من الناس البارزين، منهم اللي زاملتهم ومنهم اللي لم أزاملهم، ولكن كلهم تعاملنا معهم في حكم العمل، كلهم من خيرة ونتمنى أيضا المتميزين. أن يشاركون المحامين الكبار يعني هم أساتذتنا
صراحة أنا كنت قاعد أفكر يعني هي فكرة ووجهة نظر خاصة فيني، بس أتمنى إني أنقلها، إنه يصير عندنا مثل مجلس زين للمحامين اللي ما أقول تقاعدوا، الكبار في السن اللي هم يعتبرون أساتذتنا، كمجلس شورى إحنا حتى كمحامين نلجأ لهم، جمعية المحامين إذا احتاجوهم يلجؤون لهم، لأن هذول الخبرات ترى ما يتعوضون أستاذ بشر. هذا إذا بتنظم تتنظم إن شاء الله من الجمعية. إن شاء الله، وإحنا بالجمعية الحين وإن شاء الله نتمنى. هذه رسالة سريعة على طول تنزل سريعة. تحت. يعطيك العافية أستاذ الله بشار. يعافيك ويسلمك، سعدت ومشكور على الله هذه يسلمك. الاستضافة الكريمة إن شاء الله. وفي نهاية حلقتنا نتمنى إحنا نكون وصلنا رسالة للمجتمع الكويتي فيها الفائدة والإفادة. ننتظركم إن شاء الله ونشوفكم الحلقة القادمة.